ازيكم عاملين ايه؟ وحشين كتير كتير. انا جايه بقى من الشغل. بصوا في الوقت الضايع عندي محشي بايت من امبارح متبقي، لان كنت عامله حلتين كبار، وعندي فراخ مشويه برده باقيه من امبارح. فهنعمل الفطار مع بعض، والله على الاكل هيتسخن وهنشوف بقى المطبخ الدنيا تضرب تقلب. هنعمل ايه؟ قلت اغير لكم النهارده فطرتين ونعمل نشطب يعني المواعين مع بعض. حطوا بقى ريحه حلو وحطوا عليه حلو منه. بس اسمعوا تركبه ان انا هصور لكم صوت الفطار، لان في ناس قالت لي يعني اجدد بدل ما بمنتج على طول. النهارده بقى هصور لكم صوت الفطار. بس لازم تنضفها وراكي ساعه كمان اهو. حط في اي طبق عشان اللي سخنه هنا مكان الحل. رمضان خلص للاسف بسرعة أوي السنة كل دي. سنه واحنا طيبين. والله بصي بيفوت بسرعه السنه دي. كل السنين هي الايام الحلوه كده، الايام الحلوه بتعدي بسرعه بصراحه. لا ده الازازه دي مقفله قفله جامده قوي. طب ليه؟ يا نهار ابيض. ده ايه؟ هو بيصور لسه، بس دي بتجيلك المول والله عندك كده؟ طب احنا نشوف كده نفسنا ان احنا نصور ازاي. هي مواعين رمضان اللي بتخلص بصراحه. مواعين رمضان يا ولاد. شغال الشفاط يا بتاعتي حر. جو حر قوي النهارده يا مش ولاد. قادرة أتنفس. بيقولوا إن أنتوا درجة حرارة هناك كمان النهارده يلا يا حول الله ما يشاء. دلوقتي هتكون كده كده. طب احنا في الربع عايزين نوقف. تضغطي على الشاشة. أنا ضغط عليها. طب اضغطي يا بتاع المنام شويه عشان الفيديو ما يكونش عليك اولاد. هوريكم الاجواء قبل الفطار عندنا بساعتين. لو بنوتي بنبقى في المطبخ نجري ورا بعض. الألمونيوم بقى يا ولاد لازم بقى تغسل ناعم. ده كده كل يوم. بصراحة أنا بروح أغسل المواعين بعد الفطار، بس أنا امبارح اتشد فما غسلتهمش. فكويس إن أنا بقى عاملة حسابي إن عندي أكل بايت. فكويس بقى إن عندي أكل بايت هغسله. متخيلة الشغل كل يوم باجي أفضل واقفة ساعتين على رجلي بقى جاهزة الفطار. ربنا يجعلها في ميزان حسنات يا رب العالمين، ويعين كل حد على حاله ولاده. من زمان ما صورتش عن حاجة. رجلي عاوزين نعمل البرنامج اللي أنت كنت عاملاه، اللي هو أنت كنت عاملاه. ربنا يعين. شايفين؟ حلة كل معاه هنحط بقى هنا ايه زيت عشان هنحمر بطاطس مع المحشي والفراخ. وهنشوف بقى ايه هنعمل ايه مع بعض. فين البطاطس هنا؟ لازم نعمل بطاطس كل يوم. البطاطس بقى شيبسي لازم كل يوم. شيبسي أو صوابع. أو صوابع. فاكر الفراخ عملية بلاش نسيبها عشان خاطر أنا لسه خلينا هو نفسه عشان تاكلها. هنعمل فراخ بانيه برضه. جبنا بانيه بتحب البانيه بتحب الفراخ. على فكرة الصفات ديتي طريقة ولاد زي اللي عملت خالص ودي برضه كفاية والله. بس
نعمله بقى لما نخلص ده. ونيجي بقى نجهز الفطار. بصوا يا ولاد، خلصت المواعين خالص. الحوض شايفين ورايا اهو، ما عادش فيه اي حاجه ولا معلقه حتى. بس بنعمل بقى ايه؟ بنحمر البطاطس الصوابع والمحشي بيتسخن، ونحط الفراخ بتاعتنا اللي بقت تتسخن وعندنا بس قطعيه نحمرها اهي قطعيه. وهنحمر بتنجان، هنعمله بناحي بطريقه حلوه قوي هتعجبكم برضه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. البتنجان هنفوته كده، نقطعه من النص وهنحشيه. علشان الدقه اللي احنا هنعملها للبتنجان فيها توم تمام. فعشان التوم ما يبقاش، انا حاسه ان التليفون هيقطع التليفون بسرعه. عشان الدقه فيها توم، والتوم عشان ما يتعبش القولون وكده. فانا هحشيها الاول وبعدين هنعملها بطريقه حلوه قوي. ماما انت فيها كده. اعملي بواحده ثانيه كده دي. كده حتى زي ما انت. عملنا برضه طحينه اهي. حطي حبه نوع. حطينا البنات، عاملين برضه البنات وكده. هنمسك البتنجان بقى نحشيه. هنظبطه بس انا بصور على الرينج لايت، فمش عارفه بقى الصوره هتبقى مظبوطه ظابطه الدنيا كده ولا ايه. هنمسك البتنجان نحشيه كده تمام. وبعدين هنعمل له التتبيله زي بتاعت الفرنجيت، اللي هي بقى ايه؟ دقيق ونشا وملح وفلفل بقى وبهارات وحاجات حلوه من دي تمام. تمام. كده بقى بتاع البطاطس. المفروض ده يبقى متأخر من كده شويه. نسيت. انا بقى. ده للاسف المفروض ان هو يكون متكفل مثلا ليله مثلا او بتاعتين على الاقل. بس بنتي كانت بقى خصوصا ان هي تاخد فراخ مسلوقه من اللي باقيه امبارح. قالت لي لا يا ماما انا زهقت منها اعمليه تاني. فاحنا بعتينها بنعمل ثلاثه هنعمله الثانيه مش هناخد وقت. البطاطس يا ماما. قلبيها. هنا بقى اقول لكم عملنا ايه. هنا دقيق على نشا، حطينا بهارات فراخ، ملح، فلفل، كمون، اي بهارات بتحطيها تمام. هتحطها على الدقيق كده. هنحط ده ايه؟ عايزه تعملي الخليط ده بلبن عادي، عايزه تعمليه بميه عادي. انا هعمله بميه. هنعمل بتنجان ده ليه يعني؟ تغيير. قطعها مكعبات. يعني طماطم. قطعها صغير. هنا شويه من اللي باقيين من حشو البتنجان الدقه اللي احنا عاملينها نحطها كده نفس خلطه البرنامج تمام. بتعملي بقى البانيه برضه، هنعمل بقى البانيه دلوقتي. اجيب بس عود شبت وعود كزبره. واحنا حاطين في الدقه اللي عشان بقى البتنجان، بس انا بحب الشبت والكزبره كتير بصراحه. ايه رايكم؟ هنحط بقى البتنجان بتاعنا اللي احنا حشيناه. حطوا بقى لايك يا ولاد لو وصلتوا لغايه كده من الفيديو. سيبوا لي تعليق حلو منكم. الخلطه دي هنعمل بها بتاع دلوقتي برضه البانيه. انا بصوا صايمه وما عادش اساسا الا نص ساعه عن الاذان. وبصوا في كلام كتير ضايع مني بصراحه، فمش هتكلم كتير. الفيديو بيتكلم عن نفسه وولادي. بحبوا بعض
وصفوا ليكم البعض. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يبقى ايه فطرنا. هنعمل البانيه كمان بالمره علشان نبقى ايه نمسك ايدينا بقى مره واحده. البانيه اهو قطع ومتبل. وهنا بقى بيبسي بطل الروايه. ده بطل الفطار بتاعنا في اليوم الصراحه. نطلع البتنجان الاول. جربوا البتنجان البنايه هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ بجد والله. حلو قوي. تغيير. شايفين؟ ده شكله قلب انا محمره من زيت. بطاطس بس هتخلص وبعدين نحمر تقلب من زيت. والبانيه هنا البانيه بتاعنا اهو. حطيت هنا شويه دقيق متبخر. طب بصي هات البقسماط هناك. البقسماط ده كنت جايباه عند خالتي. كنت جايباه عند تيتا. بصوا البقسماط دي متبله اصلا ومتبهره حلوه قوي. تحفه. كنت ناسيها يعني. وقفي يا بصوا كده. بصوا اهي. هنا البانيه بتاعنا. حطوا هنا الاول في التتبيله دي. كذا حاجه في وقت واحد. سوبر مامي والله. شطوره قوي يا ولاد. انا شطوره سريعه. جربوا البرنامج بالطريقه دي يا بنات هيعجبكم قوي صدقوني. احنا بنستفيد من بعض. تفيدوني وذاكركم.